حكاية قديس وشهيد. النهاردة هنتكلم عن أدوات المذبح. الكاس ويوضع فيه الكاهن العبركة أي عصير العنب اللي بيتحول أثناء القداس إلى دم السيد المسيح. الصينية، والصينية بتشير إلى المزود اللي اتولد فيه السيد المسيح، وبرضه تشير إلى القبر اللي اتدفن فيه السيد المسيح. المستير أي المعلقة اللي بيستخدمها أبونا في التناول. الكرسي بيستخدمه في المحافظة على الكاس. والبشارة علبة من المعدن يوجد بها نسخة من الأربعة أناجيل العهد الجديد. وقارورة الأبركة بيوضع فيها الأبركة أي عصير العنب. حق الذخيرة وبيستخدمها الأب الكاهن ليوضع فيها الجوهرة، والجوهرة جزء من جسد السيد المسيح مغموس بالدم لما بيروح أبونا يناول حد في البيت أو في المستشفى. علبة البخور وبيوضع فيها البخور اللي أبونا بيحطها في الشورية وبيبخر بيها. القربانة، والقربانة بتكون دائرية بتشير إلى المسيح الذي بلا بداية ولا نهاية. سرمدي. وعجينة القربانة بتكون من الدقيق الفاخر بدون سكر ولا ملح، وتشير إلى المسيح الذي لا يرى فساد بلا خطية. وبرضو الشورية، والشورية بترمز للست العذراء مريم والدة الإله. الشورية بتحمل بداخلها الجمر اللي هو الفحم مشتعل بالنار، ولم تحترق مثل الست العذراء لما حملت بداخلها السيد المسيح وبرضو لم تحترق. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.